كلنا بنعشق الحسين مع اجواء رمضان، بس ما بنعرفش ناكل ايه هناك. فتعال نشوف بقى هناكل فين وهيطلع جامد ولا عادي واي كلام. هوب اسكالوب يا جماعه، بتاع ده هوب اسكالوب. وصلت الحسين ورمضان بين قوسين المعز والحسين مع الاجواء دي كلها، فرحت فطاطر الحسين، واحد من اقدم الناس اللي بتعمل فطير في مصر. تخيلوا من قد ايه؟ 1909 يعني بقى له 114 سنه. قعدت ومسكت المنيو وطلبت فطيرتين عشان معايا واحد حبيبي، وتقريبا معظمكم عارفه، فاللي ما يعرفوش فايته كتير. الاكل بيتعمل قدامك فالنظافه بتبان بقى. طلبت واحده مشكل جبن وواحده بالفراخ، فتعال نشوف بقى لما تتظبط وتتعمل وهوب اسكالوب بتتحط في الفرن هتطلع عامله ازاي. يلا بينا كده، كل حاجه قدامنا واحنا جاهزين. بسم الله نهوب اسكالوب. ابتديت بالمشكل جبن، كانت سخنه والحشو مليان قوي. يلا بينا بسم الله. طعمها كان جامد وشايفين الشده. هوب الموبايل وقع. هوب تاني. لا جامده الصراحه، الحشو مليان، مخدومه. طبقه القرمشه اللي عليها من بره بحبها وهي متقرمشه كده. لا الصراحه فطيره مشكل جبن لحد دلوقتي بدايه مبشره، مع بطاطسايه متبله كده بلع بيها. نخش بقى على الفطيره اللي بالفراخ بالخضار. الصراحه الفطيره كانت الحشو مليان قوي، تتبيله الفراخ لوحدها كانت صايعه وجامده قوي كده. بقى انت عرفت مكان لو اتزنقت هناك وعايز تاكل اي حاجه. فطاطر الحسين جامد بس غالي شويتين.